تزوجت 4 مرات وشكلت ثنائية مميزة مع أيمن زيدان، اشتهرت بدور رجاها وتم فصلها من نقابة الفنانين. الفنانة السورية المحبوبة نورمان أسعد. ولدت نورمان في العاصمة السورية دمشق عام 1975. تعود أصولها إلى قرية بنجارو بمحافظة اللاذقية. تدرجت في مدارس دمشق حتى نالت الشهادة الثانوية، وبعدها التحقت بكلية الحقوق بجامعة دمشق. وعقب تخرجها منها حصلت على فرصة لمشاركة تلفزيونية مع الفنان الكبير خالد تاجة عبر مسلسل قبض الريح، ومن هنا بدأت تشق طريقها الفني وتتوالى عليها الأعمال. ولكن انطلاقتها الحقيقية كانت خلال مشاركتها في مسلسل يوميات جميل وهناء إلى جانب الفنان الكبير أيمن زيدان، والذي شكلت ثنائية مميزة معه في عدة أعمال، منها زمان الصمت، هولاكو، ألو جميل ألو هنا. توالت عليها الأعمال وشاركت بالعديد من الأعمال المميزة، أبرزها جذور لا تموت، أحلام أبو الهنا، زمان الصمت، رجاها، أحلام كبيرة، أبناء الرشيد وغيرها. وعن حياتها الشخصية، تزوجت نورمان 4 مرات. الأولى كانت من الفنان الكبير أيمن زيدان، وذلك بعد انتهاء تصوير مسلسل يوميات جميل وهناء، ولكن لم يستمر الزواج طويلا حتى انفصلا بدون معرفة الأسباب، ولكنهما عادوا من جديد بعد حدوث الطلاق بسنة واحدة. واستمر الزواج حينها لأكثر من 3 سنوات، وأثمر عنه ابنتهما الوحيدة جودي، ولكنهما انفصلا مرة ثانية عام 2003. وفي المرة الثانية تزوجت من المخرج العراقي عدنان إبراهيم، واستمر الزواج حتى عام 2006. أما المرة الثالثة فكانت من رجل أعمال عراقي يدعى نهرول محمد عبد الكريم، كان ذلك عام 2007. وأثمر عن زواجها هذا 4 أبناء، وما زالت معه حتى وقتنا الحالي. لم تمضي فترة طويلة على زواجها حتى أعلنت نورمان اعتزالها التمثيل عام 2007، وغابت منذ ذلك الحين عن الأضواء. ما هو رأيكم بالفنانة السورية نورمان أسعد؟ وما هو دورها المفضل بالنسبة لكم؟ شاركونا بالتعليقات.